فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المكرونه البشاميل بطريقه جديده وبطريقه مختلفه خالص. النهارده هنعمل المكرونه البشاميل بالفراخ. هنشوف جمال الفراخ بقى وطعمها ولذيذ المكرونه البشاميل لما تيجي تعملها بالفراخ. هي طلعت جميله جدا جدا وعجبت الكل. بصوا بقى انا عملت ايه. انا طبعا بجيب الاول بقى الفلفل الالوان كده، جيت ابتديت اقطعه لقطع صغيره زي ما انتم شايفين. علشان خاطر ايه، بصراحة هو مفيد جدا ومغذي وبيدي طعم حلو جدا مع الفراخ. يعني ايه، بنحاول ان احنا بقدر الامكان نحاول كده نعمل كل ما هو جديد في الطبخ، يعني بحيث ان احنا بنجدد في اكلنا يعني. مش كل مره نعمل باللحمه المفرومه. حبيت ان المره دي ان انا اجدد في الاكله واعملها بالفراخ. تمام. بنشيل بس البذور كده بتاعتها بتاعت الفلفل كده، وابتدي ان انا اقطعه قطع صغيره. وبعد كده اقطع بقى، يعني طبعا انا كنت جايبه فلفل احمر وفلفل اصفر، وكمان جايبه فلفل اخضر اللي هو الرومي. بيدي طعم حلو قوي قوي مع الخطوات اللي احنا بنعملها دي. انا طبعا مسرعه الفيديو عشان الفيديو ميبقاش طويل عليكم زي ما انتم شايفين. بس بدات هنا ما فيش اي حاجه، كل اللي بعمله ان انا بقطع بس الايه، الفلفل. لان في بنات طبعا لسه عرايس ومش بيعرفوا يعملوا المكرونه بشاميل، وحبيت ان انا اعمل لهم المكرونه البشاميل بطريقه جديده وبطريقه مختلفه. ونعمل مع بعض خطوه بخطوه حتى من اول، يعني تجهيز الاكل يعني، او تجهيز الخضار بتاعنا اللي هنحطه جوه الحشو بتاع المكرونه. خلاص. طبعا انا هنا برضك جبت البصل اهو، ابتديت برضك اقطعه كده قطع صغيره زي الفلفل بالظبط. وهنشوف هنعمل ايه. انا بقى عايزاكم تشتركوا يا جماعه في القناه، وتعملوا كده بقى ايه الاشتراك واللايك ونفعل الجرس، علشان القناه طبعا تعلى بيكم، لان كده القناه يعني مشاهداتها واقعه خالص. فعايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في المكرونه البشاميل دي، وتكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم، وما تنسوش تعملوا الاشتراك واللايك. بص زي ما انتم شايفين انا بقى عماله بقطع بقى في البصل كده وبجهز. بصراحه يعني هي الموضوع مش سهل خالص. لاني انا بعمل صينيتين. الصينيه الاولانيه بعرفكم ازاي تعملوا الطريقه الاصليه اللي هي بالبصل بقى والفلفل وبالبهارات والخلطه بتاعتنا ازاي. طب لو انت عندك حد ما بيحبش البصل تعملي ايه؟ لو في حد ما بيحبش عندك البصل في الاكل، لا الموضوع بسيط جدا، نفس الخطوات هي. مع اختلاف ان انا مش بحط بصل، يعني الموضوع بسيط ما فيهوش اي حاجه، بعمل كل حاجه مع بعضها. واجي بس عند البصل بحطه في صينيه لوحده. تمام. فالموضوع ما فيهوش اي مشكله خالص. ببتدي اهو هاخد البصل كده لوحده، وهنشوف دلوقتي مع بعض هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين البصل اهو، جبت الفلفل الاسمر. طبعا الفلفل الاسمر لما بتحطيه على الاكل بيبقى ريحته حلوه جدا، ومع البصل بالذات بيبقى ريحه جميله جدا، خصوصا لما تدلكيه كده وتفركيه مع البصل. وتحطي البهارات بتاعتك وتحطي الملح على الخضار بتاعك عشان خاطر بيبقى واخد بردك الايه، التتبيله وجاهز معاك. زي ما انتم شايفين انا بقلب هنا وبقلب هنا اهو. شايفين جاهز معايا ازاي الفلفل اهو جميل. هبدأ بعد كده ايه، هنقطع مع بعض الفراخ. طبعا انا بجيب من عند الراجل عادي شرايح البانيه، طبعا بشوفها كويس جدا يا جماعه، لان هي ممكن تبقى يعني واقف عليها حاجه، مش السكينه مش نظيفه عند الراجل اللي بتاع اللي بقطع عليه مش نظيفه. فلازم الحاجه بتاعتك تبقى مغسوله ومشطوفه كويس جدا. غسلت كده البانيه اهو، ابتديت برضك ان انا اقطعه قطع صغيره زي الفلفل بالظبط وزي البصل. تمام. هبدأ بقى اقطع كل البانيه. شايفين البانيه جميل ازاي اهو. طبعا انا ماشيه معاكم خطوه خطوه علشان خاطر اوريكم ازاي بنقطع الخضار بتاعنا، وازاي بنجهز خضارنا، وازاي بنجهز الحاجه اللي نحطها في قلب المكرونه البشاميل. تمام. ماشيه مع بعض واحده واحده اهو. بنقطع طبعا البانيه اهو، زي ما انتم شايفين صوابع طوليه، وبعد كده بقى بمسك كده اقطعه قطع صغيره. بيكون معاكي سهل وبسيط لحد ما تخلصي المقدار كله. خلصنا كده البصل والفلفل الالوان، وخلصنا تقطيع البانيه. ودلوقتي هنبتدي نتبل بردك البانيه بتاعنا. زي ما تبلنا كده الاكل، حطينا بردك البهارات 7 بهارات، حطينا بهارات فراخ. هنحط الفلفل الاسمر وهنحط الملح. وكده جهزنا كل الخلطه بتاعتنا بتاعت البانيه.
طبعا دي بتبقى اكله جديده خالص، يعني احنا اتعودنا خلاص ان احنا ناكل البشاميل باللحمه المفرومه. المره دي لا، هنغير شويه بقى في اكلنا، وهنعمل الحشوه الجميله دي اللي هي عباره عن الفلفل الالوان والبصل والفراخ. زي ما انتم شايفين هنيجي بقى على البوتاجاز كده، ونفتح النار بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. حط كده بس شويه زيت زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى اشوح اول حاجه البصل. ادي الفراخ، وادي البصل، وادي الفلفل الالوان. هبدأ دلوقتي ان انا اشوح البصل بس كده، اخليه يدبل معايا علشان خاطر اجهزه ما يكونش ني جوه صينيه الفراخ، صينيه البشاميل. تمام. افضل كده بقى اقلب فيه كده زي ما انتم شايفين لحد ما يدبل معايا. انا ماشيه معاكم خطوه خطوه، لكل عروسه وكل بنت هتتجوز اهو لسه مش عارفه تعمل المكرونه البشاميل ازاي. اهو ابتدى البصل معايا يدبل زي ما انتم شايفين، طبعا متبل بقى فيه الملح والفلفل الاسمر، فيه التوابل بتاعته كلها. بدأ اهو يدبل معايا البصل. هبدأ بقى ان انا اخد جزء من الفراخ دي، لان انا عامل صينيتين، جزء من بصل وجزء من غير بصل. خدت اهو جزء من الفراخ، هبتدي برضك اشوحه مع البصل. البصل حقيقي بيبقى طعمه جميل جدا جدا في الاكل، وبيبقى بيخلي الحاجه ليها طعم وريحه حلوه كده. بدأت كده اقلب الفراخ لحد ما ابتدي الفراخ يبتدي لونها يبقى ابيض وتظهر. لو حد طبعا معايا وصل لغايه المرحله دي، ما تنسوش تعملي الاشتراك واللايك ونفعل الجرس. بدات احط شويه بهارات الخليط الجميل دوت اهو، بزود بالبهارات. وبعد كده هحط جزء من فلفل الالوان، وهسيب الجزء التاني من الفلفل الالوان للصينيه التانية اللي هي ما فيهاش بصل. يبقى لو عندك حد ما بيحبش البصل او انت ما بتحبش البصل، هتعملي ايه؟ الموضوع بسيط، كل الفكره ان انا مش هحط بصل، نفس الخطوات كلها بس مش هحط البصل. شايفين ادي الخلطه بقت جميله جدا اهي. طبعا لازم اقلب فيها عشان مفيش حاجات تلسع، مفيش حاجات تتحرق. زي ما انتم شايفين الخطوه الجميله دي. طبعا المعلقه وقعت مني مع السرعه طبعا. كده دي خلاص. هجيب بقى الطاسه التانية واحط فيها بردك شويه زيت صغيرين، وهبتدي اشوح بقى. لو انت عندك بقى حد مش بيحب البصل تعملي ايه؟ او نفس الموضوع بقى، انا جبت الفراخ اهو، اديته اللي هي الطشه الاولانيه كده، بحيث ان هو ياخد يعني ايه من سخونيه الطاسه كده اهو زي ما انتم شايفين. بعد كده هنبتدي نحط الفلفل الالوان بتاعنا، وحاطين كل بهاراتنا طبعا، مفيش اي مشكله خالص. بس هنا بقى ببتدي احب ان انا بزود بقى طماطمايه. ليه؟ لان الطماطم هنا يعني ايه، بديل البصله بمعنى اصح، بتدي طعم وريحه حلو جدا، وبتحمر شكل الخليط بتاعي. جبت طماطمية غسلاها ونضيفة وزي الفل. هبتدي برضه اقطعها كده اهوت. هنا دي الخطوة اللي انا هعملها، بديل البصل حطيت الطماطمية اللي انا مقطعها كده، كأنك بتقطعي سلطة بالظبط. تقطعيها وتحطيها على الخليط دوت، وهتبقى معاكي في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين اهو، بدأت خلاص الفراخ تستوي معايا. بس انا مش عايزة اكتر من كده. اطفي بقى النار، وابتدي بقى اجهز البشاميل بتاعي والفراخ. تمام اهي، ادي الخلطة من غير بصل، وادي الخلطة بالبصل. تمام. بدأت بقى هنا احط البشاميل بتاعي. طبعا انا بحط كمية بشاميل كتيرة. المادة الدهنية اللي انت عايزاها تحطي، تقدري تحطي سمنة وزيت، تقدري تحطي زبدة وزيت، اللي انت عايزاه. حطيت كمية دي، حطيت طبعا كمية كبيرة يا جماعة علشان خاطر انا بعمل صينيتين. خلاص. عايزه اقول لكم كمان متهيألي الصينيه وقتها ما يعني زودت كمان في البشاميل، على ان ايه، حسيت ان هو قليل معايا. هحط بس حته سمنه كده عشان خاطر حطيت كميه دي، فالسمنه بقت قليله. طبعا انتوا عارفين ان السمنه بتبقى قد الدقيق في البشاميل بالذات، بتحطي كميه سمنه قد كميه الدقيق، علشان خاطر الدقيق بيشرب السمنه معاكي، تقدري ان انت تحمريه. خلاص. بس بيبتدي كده مجرد ان انا احس ان هو الدقيق ابتدى ياخد معايا شكشكه كده، وابتدى ان هو يبقى لونه يتغير، ابتدي بقى احط الايه السائل. اول في الاول بحط ميه، وبعد كده بحط اللبن. اهو حطيت كده بس بدوب كده الدقيق اهو. بعد كده هبتدي احط كميه اللبن اللي انا عايزاه. اهو اللبن اهو. ابتدي احط واحده واحده لحد ما اشوف سمك البشاميل اللي معايا هيعمل ازاي. طبعا النار شغاله يا جماعه،
في اللحظه دي النار لسه شغاله بدوب كده اهوت الدقيق مع اللبن. طبعا أنا عايزاه ما يكونش تخين وما يكونش خفيف، يعني عايزاه يكون يعني متماسك. حطيت الملح. جبت بس المضرب كده عشان ما يكلكعش معايا، ابتديت ان انا ادوب البشاميل اهو زي ما انتم شايفين. لازم البشاميل بالذات تبقي واقفه عليه، لازم البشاميل تبقى واقفه عليه. خدت السمك الجميل دوت اللي انا عايزاه اهو، ابتدى يتخن معايا زي ما انتم شايفين اهو. هنا بقى عشان كميه المكرونه كبيره بقى، طب انا لازم احط لها بشاميل. بعملها ايه؟ جبت بقى الصينيه الكبيره دي بتاعه الاكل، فضيت عليها المكرونه زي ما انتم شايفين. المكرونه بدات تلزق في بعضها، ببتدي افكها كده، وهبدا بعد كده ان انا ارص عليها اصب عليها من البشاميل. بردك المكرونه حطيت عليها الفلفل الاسمر والملح، بردك بديها كده شويه يعني ايه، يعني حبه بهارات علشان خاطر تاخد الطعم، عشان خاطر تاخد الطعم. وهبدا بعد كده ان انا احط من البشاميل عليها. طبعا هسقيها كويس قوي بالبشاميل كده لحد ما ايه احس ان هي كلها البشاميل ايه اختلط بالبشاميل. تمام. طبعا انا دي كانت بالنسبه لي سهله جدا ان احط المكرونه على الصينيه. الموضوع بيبقى سهل وبسيط في الصينيه بصراحه، ان انا بحس ان انا خلاص يعني الكميه عرفتها، شربت بشاميل محتاجه ايه، كل البشاميل ابتدى ان هو يتقلب في المكرونه. فالدنيا معايا كده مظبوطه معايا ان انا بحط المكرونه جوه الصينيه الجميله دي. بعد كده ببتدي اخد بقى من الايه، جبت الصينيتين اهو، ادي الصينيتين معايا. واحده احط فيها اللي هي الخليط من غير بصل، وواحده احط فيها الخليط اللي هو بالبصل. طبعا لازم احط معلقه بشاميل كده في الصينيه. طبعا دي بتحمي المكرونه انها تتحرق من تحت. ببتدي ان انا احط كده كميه المكرونه الجميله دي، ببتدي احطها في الصينيه وابتدي اوزعها كويس قوي. طبعا ببقى عامله حسابي ان لسه في طبقه تاني في صينيه تاني، فانا مزوده من المكرونه خلاص. ببتدي بس اساوي كده الصينيه، اشوف لو هي محتاجه حاجه ابتدي اسويها كويس. وبدرك نفس الموضوع هعمل نفس الخطوه في الصينيه التانية. تمام. اهو حطيت بردك معلقه بشاميل في الارضيه، وهبدا بردك احط كميه من المكرونه. طبعا الصينيه هنا ريحتني لاني مخليه قدامي المكرونه، عارفه اللي بقى موجود بقى فاضل قد ايه من المكرونه، عشان خاطر ما اجيش الاقي مثلا صينيه قلت معايا، صينيه اتعملت وصينيه لسه محتاجه مكرونه تاني. لا انا كده عارفه المقدار بتاعي. تمام. بدات كده حطيت في كل صينيه اهو زي ما انتم شايفين، ودي الكميه دي اللي هتبقى بقى من فوق، كميه المكرونه دي اللي هتبقى من فوق. عملت الصينيه التانية اهو، عاركن دي دلوقتي على جنب، وهبتدي بقى احط الحشوات. تمام. اهو ادي المكرونه طبعا فيها البشاميل بتاعها، هبدا بقى احط كميه الحشو بتاعي. طبعا ادي الفراخ دوت، طبعا الصينيه اللي هي ببصل. تمام. يبقى دي الصينيه اللي هي ببصل، لو حطيت نفس الخليط اهو، وببتدي اوزعها كويس. طبعا دي التغيير يا جماعه عن الفراخ، تغيير عن اللي هي المكرونه اللي بنعملها باللحمه. حطيت اهو بقيت كميه المكرونه، ببتدي ان انا اسوي كويس قوي كده. ولازم اعمل حسابي ان لسه في طبقه تانية هحتاجها للصينيه التانية، فكون ايه وانا بحط حريصه ان انا ما اكترش هنا والاقي الصينيه التانية خلصت معايا المكرونه. لازم اظبط نفسي كده كويس، عشان كده انا عملت صينيتين، حاجات هنا ايه، بقيت بحشي هنا وبحشي هنا. ادي الصينيه الاولانيه، نيجي بقى للصينيه التانية اهو. هنبتدي بقى نحط بردك الحشو. الحشو دوت من غير بصل، بدات كده اللي انا احطه جميل، طبعا ريحته جميله جدا مع الطماطم. تمام. هبدا بقى ان انا احط بقيه كميه المكرونه كده واسويها واظبط الدنيا معايا زي ما انتم شايفين. طبعا شايفين بقى الصينيه اللي انا حطيت عليها المكرونه دي، حقيقي كانت مريحاني جدا يا جماعه. ان انا احط المكرونه وافضيها على صينيه كبيره كده، لا مريحاني قوي، احسن من اني احطها في طبق بلاستيك كبير. تمام. اهو كان كل حاجه واضحه قدامي. خلصنا الصينيه التانية اهو. لو في اي مكرونه بردك ابتديت هنا احط بردك هو البشاميل بتاعي، ان انا اداريها كلها بالبشاميل.
زي ما انتوا شايفين اهو. ده غير طبعا ان انا حاطه لها اصلا بشاميل، وهي لسه وهي قبل ما اسويها في الصينيه دي. تمام. زي ما انتوا شايفين، اهم حاجه ان انا احط لها البشاميل بتاعها كده، تكون متشربه في البشاميل. كده خلصنا الصينيه الاولانيه. تمام. هبتدي بقى اجي بقى للصينيه التانية واعملها بنفس الطريقه، انا احط بردك البشاميل على وشها. تمام. ادي البشاميل اللي هو بدات اللي انا احط لها البشاميل. كده خلصنا الصينيه التانية. هبدا بقى كده ادخلهم الفرن هما الاتنين. شايفين الجمال يا جماعه؟ طلعوا في منتهى الجمال. شايفين الجمال؟ دي الصينيه اللي هي من غير بصل، ودي الصينيه اللي ببصل. وعرفنا ازاي نعمل الفراخ تتبيلتها. وعرفنا ازاي لو انت عندك حد ما بيحبش البصل او مش